السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب حكاوي تيتا المرعبة. تأخرنا عليكم بس جايين لكم بحكاية رعب خطيرة، وعلى فكرة حدثت بالفعل. انتوا عارفين ان كل القصص الموجودة على القناة فعلا حصلت. اللي حصل ايه؟ 4 ولاد من سن 15 ل17 كانوا موجودين في قرية، مولودين في قرية وأهاليهم ناس كبيرة، ناس من اللي هم المبسوطين في القرية، محدش كان بيقدر يتكلم معاهم. الولاد دولت ما كانش بيحللهم اللعب غير في التراب. كانوا يروحوا وماسكين الصاج، ماسكين العصيان، يقعدوا يخبطوا، يقعدوا يمسكوا العصيان بتاعتهم ويضربوا ببعضيهم ويصرخوا، ويفضل لعبهم كله ولهوهم كله في التراب. مش كده بس، كانوا بيقفوا الولاد دولت كل واحد على تربة ويفضلوا يسقفوا ويطبلوا ويرقصوا. الكلام ده قعد كتير، قعد مدة، كانش حد قادر يتكلم مع العيال دي، وكان التربي بيشوفهم، وكان حارس المقابر بيشوفهم، والناس اللي حوالين المكان بتشوفهم، بس محدش كان قادر يقول لهم انتوا بتروحوا فين ولا بتعملوا ايه. اهاليهم يبهدلوا الدنيا، ناس قواي في البلد. الاربع صبيان دولت او ال4 ولاد دولت جم في مرة وحبوا برضو يلعبوا، ما كانش بيحللهم اللعب غير في الاماكن دي زي ما بقول لكم. اليوم دوت المشهود، مش المشؤوم، هو المشؤوم عليهم، بس اليوم المشهود دوت للأسف كانت طالعة جنازة، وجنازة كبيرة قوي ماشي فيهم ناس كتير، والبلد كلها كانت ماشية ورا النعش. النعش ده كان مين؟ النعش ده كان بنت عندها 18 سنة اسمها سحر. أيوة سحر ماتت في سن 18 سنة وهي بتولع البوتاجاز. ربنا يا رب يسترها على الجميع، النار شبتت فيها من الأنبوبة، محدش لحقها. وطبعا مش أهلها بس اللي حزنوا عليها، ده البلد كلها زعلت، البلد كلها اتقطعت عليها، لأن البنت دي كانت دايما بتروح الجامع وبتحفظ قرآن، وكانت في دراستها كويسة، وكان لبسها محترم، وكان كلامها هادي، وما كانتش بتعمل أي حاجة غلط. كان الكل بيحبها لاحترامها ليهم والأدبها مع الجميع. البلد كلها بلا استثناء خرجت ورا النعش، يعني امبارح كانت بتكلمهم وبتسلم عليهم وهي داخلة، والنهاردة قايمة على مدرستها، راجعة من المدرسة مسلمة على الجامع وهي داخلة، وتفاجئوا بقضاء الله وقدره. الناس كلها زعلت واتأثرت قوي، لأن كانت بتحب سحر، وسحر دي كانت جاية على 4 صبيان. أمها كانت حزينة حزن السنين، وأبوها كذلك الأمر، وكل أهلها وعيلتها. قامت الدفنة الساعة كام؟ المغرب. راحوا دفنوها وفتحوا الكلوبات وماشيين بيها عشان ينوروا الدنيا، ونزلوها، مرضيوش يبيتوها، ونزلوها دفنوها. حبيبتي اتدفنت واتقفل القبر عليها، وتاني يوم العيال ديت برضو راحوا يلعبوا في التراب، وماسكين شوم وماسكين عصيان وماسكين صفيح بيخبطوا عليه بالعصيان كأنهم ماشيين في زفة. وكل لحد موجود يخبطوا عليه بالصاجة، اصحى يا فلان، طبعا الأسامي مكتوبة، اصحى يا فلان، احنا جايين بنلعب، لو قادر تقوم قوم، لو قادر تصحى اصحى. كل دوت على التراب كلها اللي موجودة، لحد ما جم عند قبر سحر. القبر بتاع سحر كان زي ما يكون بيزغرط، قعدوا يخبطوا، واللي يرقص فوق اللحد بتاعها، واللي يخبط قوم يا سحر،
قومي لو قادرة تقومي قومي، مش هتقدري تخرجي لنا، احنا كل شوية هننده عليكي، احنا كل شوية هنجيلك. قعدوا 3 أيام على النظام ده، كل يوم يروحوا ويخبطوا على القبر بتاع سحر وبتاع الناس اللي حواليها كلهم، ويقولوا لهم قوموا انتوا مش هتقدروا تخرجوا لنا، مش هتقدروا تيجوا، اللي قادر يخرج منكم يخرج. وبقوا مستلمين سحر اللي كانت لسه مدفونة قبلها بكام يوم. اليوم دوت ولد من الصبيان روح بقى يصرخ هستيريا ومعرفش ينام. محدش عارف هو بيصرخ ليه، غير ان هو بقى يقول دي جاتلي دي جاتلي. اصحابه راحوا شافوه اتخضوا من الوضع. رجع واحد منهم ماشي في السكة اختفى، بقوا يدوروا عليه مش لاقيينه. الواد اللي كان عيان وبيصرخ اتوفى في خلال كام يوم، واللي اختفى مش عارفينه راح فين. اصحابه التانيين كان فاضل 2، قعدوا اهاليهم يسألوهم طب انتوا محدش شافه، طب محدش اخر مرة كلمه، بيقولوا لهم لا، هو كان ماشي في الشارع مروح من معانا وبعد كده انتوا قلتوا مش لاقيينه. المهم 2 التانيين رايحين يلفوا ودخلوا التراب، قالوا يمكن يكون راح هناك. وهم داخلين التراب حصل اللي بعد كده الاهالي اكتشفوه. اللي هو ايه؟ الاهالي قعدت تدور على الولدين التانيين، واحد مات واحد اختفى، والاتنين كانوا بيدوروا على صاحبهم مش لاقيين. قعدوا يدوروا اهاليهم عليهم ويلفوا الدنيا كلها، وبعد يومين راحوا على التراب لقوا ال3 ولاد، اللي هم الواد اللي اختفى والولدين اللي كان بيدوروا عليه متكتفين ومرميين عند قبر سحر. عند قبر سحر، ايوه. لا ده مش كده بس، ده اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الولد اللي مات اللي كان مدفون في ترابهم، في تراب ابوه اهله، لقوه بكفنه مرمي على باب القبر بتاع سحر، ومكتوب جنبهم على الارض على التراب طلبوا خروجي ولكني خرجت. ومن ساعتها لحد وقتنا هذا سحر مش سايبة التراب كلها بتلف فيها، مش سحر بقى، عفريت سحر، وعلى طول ماشية في البلد ورايحة تلف على أهالي العيال لحد ما هججت أهالي ال4 عيال من أماكنهم، وكل ما يروحوا مكان عشان خاطر يقعدوا عند أهليهم أو يستخبوا فيه يلاقوا شبح سحر بيطاردهم لحد الآن. وفعلا قصة حقيقية وموجودة وحصلت. ولحد هنا وخلصت حكايتنا مع عفريت سحر. ما تنسوناش بالشير ولايك واشتراك في القناة، ويا رب تكونوا استمتعتم معنا بهذه القصة المرعبة الخطيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.